انتقال الطاقة في النظام البيئي. انتقال الطاقة بين الكائنات الحية في النظام البيئي. كيف تحصل الصقور على الطاقة؟ ما الذي تعرفه عن انتقال الطاقة في النظام البيئي؟ الغذاء كمصدر للطاقة، السلاسل الغذائية. انتقال الطاقة، كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئي في صورة سلاسل غذائية؟ ما هي السلسلة الغذائية وكيف تصمم سلسلة غذائية أو ترسمها؟ الشبكات الغذائية والفرق بينها وبين السلاسل الغذائية، العلاقات الغذائية في الشبكة. مكونات النظام البيئي: الكائنات الحية، نبات وطيور وحشرات. بتتكون من كائنات حية وعناصر غير حية زي الهواء والمية والتربة. النظام البيئي أي مساحة من الطبيعة تحتوي على كائنات حية وعناصر غير حية وتتفاعل مع. النظام البيئي فيه صحراء، فيه بحار، فيه محيطات، فيه غابات. كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئي؟ تنتقل الطاقة بين الكائنات الحية عندما يتغذى بعضها على بعض. لما بيحدث ان في حاجة بتاكل حاجة او حاجة بتتغذى على حاجة، آه، بتنتقل الطاقة اللي بداخل هذا الكائن الحي سواء كان نبات او حيوان الى الكائن الذي يليه الذي تناوله. وعندما تموت بتتحلل هذه الكائنات الحية وتعود إلى بيئتها. تعتبر الشمس المصدر الرئيسي للطاقة لكل الكائنات الحية على الأرض. تمتص أوراق النبات ضوء الشمس لصنع الغذاء من خلال عملية البناء الضوئي. أثناء البناء الضوئي تتحول الطاقة الضوئية إلى كيميائية تختزن في سكر جلوكوز، وتنتقل الطاقة المختزنة في النبات إلى الحيوان. هنا النبات بيصنع الغذاء بتاعه عن طريق الشمس، بتنتقل الطاقة إلى الكائن الحي الذي يأكل النبات، وليكن أرنب مثلا. الأرنب بياكله الثعلب، بتنتقل الطاقة من الأرنب للثعلب. الجلوكوز السكر الناتج عن البناء الضوئي يستخدمه النبات كمصدر للطاقة اللازمة للنمو. والشمس مثال آخر: الصيف، كيف تحصل الصقور على الطاقة؟ الشمس بتكون مصدر للطاقة بالنسبة للنبات، بيعمل البناء الضوئي، بيكون السكر. بيحدث ان الفار بيتغذى على الذرة، بتنتقل الطاقة من الذرة إلى الفأر، وبيتغذى الصقر على الفأر وبتنتقل إليه الطاقة. الصقر حيوان مفترس يحصل على الطاقة من خلال التغذية على بعض الحيوانات مثل الفئران والثعابين والأرانب والأسماك. تتحلل الصخور بعد موتها عن طريق الكائنات المحللة، فتعود طاقتها للبيئة. لا يتغذى الصقر على النبات بل يأكل الحيوانات التي تغذت على جرادة ونبات وصقر وضفدع. حاول ان انت ترتب: النبات بتأكل الجرادة وبعد كده الضفدع وبعدين الصقر. بيتغذى الأنانيب على الحشائش، وتتغذى الوشق المصري أو القط البري على الفئران والأرانب، ويتغذى الصقر أو العصفور على الحشائش يمكن تصنيف الحيوانات على حسب نوع الغذاء إلى 3 أنواع: أكلات عشب، أكلات لحوم، أكلات عشب ولحم. العشب: أكلات العشب الأرانب والأبقار والماعز. أكلات اللحوم زي التمساح والوشق والنمر. أكلات العشب تتغذى على العشب واللحم مثل الثعلب والدب والفأر. هناك أكلات للعشب وفقط، أكلات للحم وفقط، أكلات للعشب واللحم في نفس الوقت. أمثلة لأكلات العشب: الأرانب والأبقار والماعز. التمساح بيأكل اللحم والوشق، والنمر بيأكل اللحوم. العشب بيأكلها